أهلا بكم عشاق متابعي نجم الأهلاوي في كل مكان. النهاردة معنا خبر حل أزمة أليو ديانج، خبر إن إمام عاشور. أهلا بكم عشاق نجم الأهلاوي في كل مكان. صلي على الحبيب قلبك كتيب ولايك وشير وصلي على الزين. رسميا حل أزمة إيقاف أليو ديانج عن مباراة عن 6 شهور ومباراة القمة، بس الأهلي بسرعة زمن لحل إيقاف أليو ديانج. بس طبعا في صعوبة انه يلحق مباراة القمة، في احتمالية انه ما يلعبهاش. والاهلي بعت الشيك الى الوكيل الجزائري اللي كان عامل الشكوى في الفيفا، والاهلي بيسرع الزمن عشان يقدر يلعب، وبعت الايصالات للفيفا عشان يقدروا يوقفوا العقوبة. وبنأكد لكم كمان على معلومة ان امام عاشور لم يتراجع عن ان ينضم للنادي الاهلي، وهيضحي بمبالغ كبيره لانه بياخد 1,000,000 يورو في ميتلاند، وهنا هيجي ياخد في النادي الاهلي 13 مليون جنيه. وهو بيضحي بفلوس كتير عشان يجي ينضم للنادي الاهلي. وتحيه كبيره لامام عاشور.